بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا دايما كده بصحة وبسعادة وبسلامة دايما إن شاء الله. ومن الفيديو للفيديو بتوحشوني والله. وبحب تعليقاتكم واسمع آرائكم وبحب متابعيني جدا جدا جدا. ربنا يخليكم ليا يا رب كده وما يحرمني منكم أبدا بإذن الله. معايا شوية مشتريات كده، منها مشتريات للعروسة، يعني حاجة كده للعروسة، والباقي اللي انا هوريه لكم كده ايه. انتوا عارفين دخلت رمضان وكده بنحب نجدد، ولو في اي حاجة والله الواحد ناقصه في البيت بيجيبه. يعني انا بحب اجيب الحاجة دي. يعني معالق حاجات كده في قبل دخلة رمضان، بنحب نستعد كده ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. بنستعد يعني اللي بيبقى ناقصه حاجة دايما بيجيبها بإذن الله. انا بوريكم هنا اللي انا جبته ده طقم تسالي للعروسه. ماركه الاندلس، زي ما انتم شايفين شكله كده على العلبه. هو عباره عن 6 مربعات كده، والقعده بتاعته ايه زي ما هوريكم كده ايه، خشب. هو كان مغلفهولي تغليفة محترمة بالبلاستيك راب. وكان يعني عاملهولي خالص. فانا قبل التصوير ما بحبش يعني التصوير ياخد دايما وقت كتير معاكم، يعني او اطول عليكم الفيديو اكتر. مش قصدي يعني ياخدوا كتير، يعني الفيديو يبقى طويل، بس يعني ما بحبش اطوله على متابعيني، عشان طبعا كل واحد بيبقى عنده باقة وعنده كده، فما بحبش اطول عليكم الفيديو والله. بس انا ببقى عايزة اطول معاكم واقعد معاكم وكده. بس ايه، عشان بس الفيديو ما يطولش اكتر من كده. فجبت زي ما بوريكم، هو كان مغلفه تغليفه محترمه والله. بس طبعا انا بفك الحاجه دي قبل ما بصور. فانا هوريكم ده طقم التسالي جبته. زي ما قلت لكم ماركه الاندلس. حلو قوي بقعده خشب. في على فكره كان في منه القعده بتاعته او الصينيه اللي بيبقى محطوط فيها بورسلين، بس انا ما عجبنيش. يعني عجبتني اللي هي القعده الخشب، احلى، بتبقى شكلها شيك واجمل يعني وانتي بتقدميه كده شكلها احلى. يعني حسيت ان هي احلى. وبرده كان في منه عبارة عن دايرة كده او 4، هم 4 خانات. ودايرة كده، والقعدة برضو دوارة، يعني القعدة بتاعته الخشب دي دوارة. بس انا برضو ايه، يعني حبيت ده اكتر، يعني شكله حلو زي ما بوريكم. دي القعدة والله، يعني الماركة بتاعتها، يعني الخشب بتاعها حلو جدا وزان وجميل جدا، فعجبني شكله. وزي ما بقول لكم كان في منه اللي هو المدور، واللي هو اللي انا شارياه ده المربع، فانا عجبني الايه، المربع ده احلى. زي ما بوريكم كده 6. شكلهم حلو قوي، والقعده بتاعتهم خشب. وعلى فكره لهم يد، يعني اليد ده اللي انا هوريها لكم دلوقتي. ليها يد كده هتتحط فيها لما تيجي تتركب ان شاء الله. هوري لكم دلوقتي ايه هي شكلها يبقى ازاي. ده زي ما بوريكم كده 6. حبيت ايه اوريه لكم كده النهارده. وشكله الايد بتاعته يعني مديه اللي هي الغطا بتاعه، اليد بتاعته زي الخشب كده. هي مش خشب بس يعني مطلية زي الخشب. حلو قوي، شكله حلو وشيك وعجبني. في منه على فكرة في السوق انواع واشكال، بس انا يعني ايه، لقيت ده والله بالصدفة. انا كنت هجيب التاني اللي هو المدور ال4، ولقيته عنده قال لي ده نازل عليه عرض. كنت جايباه ب750 جنيه. ده كنت جايباه ب750، دي كان ب950 بس. وكان فيه لون ذهبي كده، بس ده انا ايه يعني ايه عجبني اكتر من التاني. زي ما بوريكم كده ايه شكله. شوفوا شكله عامل ازاي، يعني عجبني. دي اليد بتاعته اللي انا هوريها لكم اهي. هو قال لي تتركب هنا، وطبعا معاها برضو اللي انا هوريها لكم دلوقتي المسامير. يعني معاه مسامير كده بتدخل في اليد وتنزل للقعده اللي هي او الصينيه الخشب نفسها. حلو جدا وشكله شيك وعجبني. وعلى فكرة ممكن ما يعني والله يمشي حاجات تانية، يعني كديكور ممكن والله يعني ينفع. زي اطباق الشوربة كده، يعني بولات الشوربة والله ينفع. يعني ممكن الواحد بيستخدم الحاجة بيوظفها في كذا حاجة، مش لازم يعني حاجة معينة. ده كان شكله اهو. عجبني جدا. وقولي لي رأيكم بقى فيه. شوف عامل ازاي. حبيت برضو اوريكم الشكل اكتر وهو عالي على اوريكم القعده بتاعته كده، فرفعته لكم وايه. وبوريه لكم زي ما انتم شايفينه كده اهو. الحاجات اللي طالعه ترنديات قوي دي كده، يعني انت عارفه والله، اطقم التسالي واطقم مش عارفه ايه واطقم ايه. فاحنا الحاجه اللي بنلاقيها واللي بنقدر عليها بنجيبها. فيا رب كده تتهنى بيه كده ان شاء الله، يا رب باذن الله. ويتهنوا كل اولادكم يا رب، وتقدروا على جهازهم ان شاء الله باذن الله يا رب. انا بوريكم شكله. بحب اوريه لكم ايه من كل حته عشان تشوفوا الشكل بتاعه.
برضو انا طبعا زي ما قلت لكم انا جبت الحاجه دي اللي هي للبنوته، وانا جبت شويه برضو رفايع ليا كده كنت محتاجاها. احنا انتوا عارفين دخلت رمضان ان شاء الله باذن الله، بندور كده من ناقصنا معالق، ناقصنا سكاكين، ناقصنا شوك، ناقصنا حاجات. فدايما احنا بن ايه يعني انا بدور كده واقلب، والله انا مش عارفه، انا بجيب معالق واجيب حاجات كتير قد كده مش عارفه والله بتروح فين. انا هنا معجبه بيه قوي فعمالها اوريلكم من كل حته. فايه عشان بوريلكم الحاجة من كل مكان، عشان ايه اوريكم يعني ايه من الزاوية دي ومن الزاوية دي. عاجبني وعاجبني والله، عاجبني شكله يعني. فبقول لكم بدور بقى بلاقي الحاجة كده فبجيب يعني الحاجة اللي ناقصاني كده بإذن الله. ايه احنا معانا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين، فكل واحد هيلاقي عنده حاجة محتاجة فبي ايه بيحب يجيبها. انا جبت كمان ايه كان ناقصني ورقة المناديل او شيالة المناديل او اي حاجة يعني مش عارفة زي ما انتوا بتقولوها. فجبت واحدة من الرنين دي، كانت خشب برضو. مش عارفة انا ايه معايا في الخشب، بس هي عجبتني والله وعجبني شكلها. شكلها حلو قوي ورقيق وكده، فجبتها ليا انا بقى. دي الحاجة دي ليا انا. كنت جايبها ب60 جنيه. يعني انا كنت محتاجاها وجبتها ب60 جنيه. انا عندي واحدة تانية بس يعني دي احلى. حبيت واحده على الترابيزه دي، وواحده على الترابيزه دي، فدي احلى شكلها احلى كده وعجبني فرانين فجبتها. هنا كنت بقول لكم سعرها كذا برضه. انا قلت لكم اللي هي الورقه دي كانت ب60 جنيه. كل سنه وانتم طيبين. معلش انا بحب ارغي معاكم شويه كده، فما حبيتش اغيب عليكم، فلقيت مشتريات كده اشتريتها صغيره فقلت اعرضها لكم. برضو جبت الحاجات دي. برضو جبت، كنت محتاجة شوك فرحت فرانين لقيت بقى الشوك دي. والله يا جماعة قبل الغلا وحياة ربنا كانوا ب50 جنيه. جبتهم ب135 جنيه التلاتة. التلات شوك كانوا ب135 جنيه. قلت خلاص يعني كل مرة يعني يبقى معايا حاجة، يعني كل ما اروح اجيب مثلا حاجة لبنتي اجيب معاها ايه دستة معالق، دستة شوك، دستة سكاكين. هي مش بالدستة، السكاكين بقى بالتلاتة، يعني فيهم فرانين بتلاتة زي ما قلت لكم. كانت التلاتة دول ب135 جنيه. برضو كنت محتاجة قطاعة للبيتزا أو قطاعة لأي المعجنات أو أي حاجة. برضو أنا كنت جايبة لبنتي منها، فالماركة يعني لقيت ناس كده بتشكر فيها وحلوة وجامدة، فجبت لنفسي واحدة. أنا كنت جايبها ب55، جبتها ب75 جنيه. يعني المرة دي جبتها لي أنا ب75 جنيه. زي ما بوريكم الحاجات والله العظيم يا جماعة، يعني ربنا يرحمنا والله والله. يعني تتخيلي الحاجات انت بتجيبيها بتعدي بيها، بس يعني الأسعار فظيعة. دي برضو قطعة مخلل جبتها لي كانت ب25 جنيه. انا كنت جايبة واحدة قبل كده اتكسرت، وما بيقعدوش على فكرة، مش بيستحملوا. برضو جبت اللي هي اللي كنت محتاجة برضو عشان الحاجات الجرانيت وكده. كنت محتاجة الخشب ده، المعالق الخشب دي جبت منها الواحدة ب20 جنيه. كانت الواحدة ب20 جنيه، وقلت خلاص اجيبهم يعني ايه، مش لازم اجيب الطقم. كان عندي طقم والله، بس يعني ايه مع الاستخدام وكده بيتحرق، فكنت محتاجاهم فجبت 2 برضو. جبت كنت محتاجة شوك وكده، جبت نص دستة شوك كده. جبت اللي هو نص دستة معالق انا محتاجاهم، فالحمد لله جبتهم يعني. ودي كانت كل المشتريات اللي انا اشتريتها النهارده. يا رب تعجبكم. بعمل لكم كل حاجه بالتفصيل عشان تشوفوها. يا رب تعجبكم المشتريات النهارده. ما تنسونيش يا جماعه في اللايك والشير والاشتراك في القناه. الاشتراك يا جماعه، ودوس على علامه الكل عشان يوصلكم يا رب كده كله جديد. يعني دوس على علامه الكل عشان اي اشعار ينزل للقناه يوصل لكم. ما تنسونيش يا جماعه في اللايك والشير والاشتراك في القناه. ويا رب كده اكون بفيدكم باي حاجه، بالاسعار، بالحاجات، بالماركات، بكله. يا رب ايه اكون بفيدكم، وبتمنى ان انا اسمع ارائكم وفي التعليقات عشان ارد عليها. متشكرين قوي يا جماعه، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع الف الف سلامه. توحشوني الفيديو من الفيديو ده لحد الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامه.